منهوات أسطورية لازم تشوفها. أهلا بيك في فيديو جديد من سلسلة منهوات أنصحك إنك تشوفها، واللي بنستعرض هنا منهوات ومنهى تستحق المشاهدة. فلو أنت واحد من فانز المنهوات والمنهى خليك معايا في الفيديو ده عشان هقترح عليك بعض المنهوات والمنهى اللي تعتبر مميزة بشكل كبير. وخلينا نبدأ الفيديو ده، بس الأول متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان ده بيساعدني جدا إن نستمر. وخلينا نبدأ مع أول منهوة أو منهى معانا في الفيديو ده، والمنهوة دي اسمها Regressor Instruction Manual أو دليل تعليمات المسترجع. ودي واحدة من المنهوات المميزة جدا، واللي القصة بتاعتها بتتكلم عن البطل بتاعنا اللي فجأة بيلاقي نفسه في عالم مليان بالوحوش والأزمات والحاجات الخارقة للطبيعة، والمهارات بتاعته هي في أسوأ مستوى، واللي بتظهر قدامه رسالة إن هو إنسان ميؤوس منه ومفيش ليه أي فرصة للنجاة. لكن بالرغم من ده البطل بتاعنا بيكون ما عندوش مانع بالحاجات دي، وبيقرر انه يستغل اي حد يجي قدامه، اذا كان محارب او ساحر او حتى شخص رجع بالزمن عشان ينجو في العالم ده. فهل البطل بتاعنا هيقدر ينجو، ولا هيقدر يستغل كل الناس اللي هتكون في الطريق بتاعه عشان ينجو ويفضل على قيد الحياة ولا لا؟ ده اللي انت هتشوفه في المنهوة دي، واحدة من المنهوات المميزة جدا اللي انا انصحك انك تشوفها. الاحداث بتاعتها مميزة بشكل كبير، غير كده هي تعتبر واحدة من المنهوات المختلفة، والبطل بتاعنا هنا واحد من ابطال الاذكياء جدا. فلو انت مشفتش المنهوة دي قبل كده انصحك انك تشوفها وبشكل كبير، وهي حاليا مستمرة، فلو مشفتهاش لازم تشوفها. وخلينا نروح للمنهوة اللي بعدها، والمنهوة اللي بعدها هي Pick Me Up Infinite Gacha. ودي واحدة من المنهوات اللي انصحك انك تشوفها وبشدة. هي تم انتاجها من نفس الاستوديو اللي انتج سولو ليفلينج، فلو انت واحد من فانز سولو ليفلينج من ناحية جانب الرسم واستعراض الاحداث وكل ده، فانصحك انك تشوف المنهوة دي، واللي القصة بتاعتها بتتكلم عن لعبة واللي اسمها اختارني، واللي هي معروفة انها صعبة جدا ومفيش اي حد عارف ينهي اللعبة دي او يوصل للمرحلة النهائية فيها. لكن البطل بتاعنا واللي هو لوكي واحد من افضل 5 في اللعبة دي، واللي هو اثناء ما كان بيلعب اللعبة دي بيفقد الوعي، ولما بيصحى بيلاقي نفسه جوه اللعبة دي. ومش بس كده، بيلاقي نفسه تحول لبطل من ابطال اللعبة، واللي بيكون المستوى بتاعه نجمة واحدة، وده واحد من اضعف المستويات. فهل البطل بتاعنا هينجو؟ ده اللي انت هتعرفه لما تشوف المنهوة دي واحدة من المنهوات الجميلة جدا واللي انصحك انك تشوفها، وبالذات ان البطل بتاعنا واحد برضه من الابطال الاذكياء جدا، واللي بيقدروا يتحدوا كل الظروف غالبا عشان يوصلوا للي هم عايزينه. فلو انت تابعت السولو ليفلينج وحبيت البطل بتاعها فانت غالبا هتحب البطل برضه اللي موجود في المنهوة دي. فلو انت مشفتهاش انصحك جدا انك تشوفها، وهي مستمرة حاليا برضه وتستحق انك تشوفها بشكل كبير. وخلينا نروح للمنهوة اللي بعدها، والمنهوة اللي بعدها هي I'll be taking a break for personal reasons. أو هاخد استراحة لأسباب شخصية. ودي واحدة من المنهوات اللي تعتبر كوميديا وفي نفس الوقت أكشن، واللي القصة بتاعتها بتتكلم عن كاتب روايات على الإنترنت، والكاتب ده من الدرجة الثالثة واللي اسمه يو، واللي العالم بتاعه كله صيادين، والصيادين دول بيتعاملوا بشكل كويس جدا، لكن مش كلهم في نفس المستوى، لأن بمجرد إن الرتبة بتاعتك بتتحدد حياتك بتتغير. لكن البطل بتاعنا ما أيقظش قوته لأن ما كانش عنده قدرة أصلا، لكن بالصدفة بيقدر ينقذ القوة بتاعته بعد ما اكتشف تطبيق غريب على التليفون بتاعه، وعن طريقه كان بيقدر يقتل النمل أو ينقذ النمل، وبالتالي النمل ده اعتبره الحاكم بتاعهم. وعن طريق ده البطل بتاعنا قدر يمتلك قوات خارقة كبيرة جدا، ومن هنا بتبدأ الرحلة بتاعته عشان يبقى أقوى صياد. فعل العالم بتاعه هيتغير ولا هيفضل كاتب زي ما هو؟ ده اللي انت هتشوفه في المنهوة دي، واحدة من المنهوات المميزة والكوميديا والأكشن في نفس الوقت، واللي هتكون مسلية بشكل كبير وانت بتشوفها، وهي برضو مستمرة لحد دلوقتي. فلو ما شفتهاش أنصحك بيها. وخلينا نروح للمنهوة اللي بعدها، والمنهوة اللي بعدها هي Martial God regressed to level 2. أو حاكم القتال رجع للمستوى التاني. ودي واحدة من المنهوات اللي البطل بتاعنا فيها بيرجع للماضي، وده بعد ما بيتقتل طبعا، وهي بتكون مهمته إنقاذ العالم. والقصة بتاعت المنهوة دي بتمشي كالتالي: بتكون في لعبة اسمها شبكة المعركة، واللي كل الناس بتفتكرها لعبة عادية، لكن اللعبة دي بتتحول لكارثة بعد ما بتتحول لواقع، واللي بسببها البشر بيحاولوا يقاتلوا كائنات تانية عشان يقدروا ينجوا، لكن للأسف البشر بيخسروا في اللعبة دي، وبالتالي البشر كلهم بيموتوا ما عدا البطل بتاعنا واللي اسمه سونج اللي عنده قوة خارقة اسمها الفنون القتالية غير المسماة، واللي عن طريقها قدرت تقاوم فكرة انه يتقتل، وبسبب كده رجع للماضي وقرر انه يستغل الفرصة دي عشان ينقذ العالم. فهل هينقذ العالم فعلا ولا لا؟ دي واحدة من المنهوات الجميلة اللي انصحك انك تشوفها، واللي فيها اكشن كتير لو انت واحد من محبين المنهوات دي. فلو مشفتهاش انصحك انك تشوفها، وهي طبعا مستمرة معانا كالعادة. وخلينا نروح للمنهوة اللي بعدها، والمنهوة اللي بعدها اسمها I became the king by scavenging. أو بقيت ملك عن طريق القمامة، واللي بتتكلم عن البطل بتاعنا اللي كان يعتبر من غير قوة خارقة، وكان بيتم تقريبا استعواده عن طريق الناس اللي عندهم قوة خارقة
عشان يعمل لهم الشغل بتاعهم. لكن البطل بتاعنا قدر يوصل للمستوى الاول، مش بس كده، قدر كمان يكون عنده قوة مميزة واللي بتخليه مميز عن الناس كلها. لكن القوة دي كان اسمها جامع الكمامة، واللي كان اسمها بيدل انها قدرة ملهاش اي لازمة. لكن البطل بتاعنا بيكتشف غير كده، وبيكتشف ان القوة دي واحدة من اقوى القوى اللي ممكن يستخدمهم او اللي موجودين بشكل عام، واللي عن طريقها بيقدر يكتسب قوات تانية جديدة وبيقدر يعمل حاجات تانية كتير. ومن هنا بتبدأ القصة بتاعتنا، واللي بتتكلم عن البطل ياو اللي كان من واحد بيجمع الكمامة ملوش أي لازمة لواحد من أقوى الصيادين. ودي واحدة من المنوات اللي تعتبر جديدة نوعا ما واللي مستمرة حاليا، فلو انت مكنتش تابعتها أنصحك انك تشوفها. وبس كده، هي دي كانت كل المنوات اللي أنا كنت حبيت اقترحها عليك في الفيديو ده. فيديو سريع واقترحت لك فيه بعض المنوات اللي انصحك انك تشوفها، اغلبها منوات تستحق المشاهدة وكلها مستمرة، فلو انت مكنتش تابعتهم انصحك انك تشوفهم. وفي الاخر ما تنساش تقولي تحت في التعليقات لو في منهوة معينة تحب ان ارشحها في الفيديوهات الجاية. وبس كده، هو ده كل اللي انا كنت عايز اقوله في الفيديو ده. فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان توصلك كل الفيديوهات الجاية اول باول. وبس كده، اشوفك الفيديو الجاي، سلام.